السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا عسلية دي يا عسلية، عاملة عزومة بقى من نار. أي والله العظيم، هو أوردر برضه بس عزومة جميلة. هنعمل النهاردة معاكم أشكال وألوان وش محمر وش مشمر والذي منه. إيه الذي منه؟ تعالوا بقى نصلي على الحبيب وندخل المطبخ بكل اكتساح. أنا جاي له عزومة وصاحبتها بعتلي كل حاجة. أنا ما عليا إلا طبخت. أي والله العظيم، جايبة لي لغاية الشابت والكزبرة، جايبة لي الكوسة، وجايبه الحاجات اللي الاطباق اللي هيتحط فيها الاكل اهو، والعلب اللي هيتحط فيها الجيلي. عايزه جيلي بالفواكه، وعايزه بسبوسه، وجايبه لي بقى اللهم صل على النبي ادي كوسه. شوف الكوسه الصغيره الجميله دي، وجايبه لي بدنجان ابيض، وجايبه لي بدنجان اسود، وجايبه ايه تاني يا ولاد، وجايبه كرومب، وجايبه حاجات كتير. ماشي. هي بصي جايبه كل حاجه هتعملها اهو، والله كل حاجه، لغايه الورق اللي انا هلف فيه الاكل السلوفان وطماطم وبصل. مش بقول لكم كل حاجه جايباها؟ انا هوريكم كل حاجه مع بعض اهو يا ولاد. والبطاطس، عايزه اللحمه في صينيه بالبطاطس، وحطيت كمان مع الفراخ. مش هيصاها النهارده في الاكل. بصراحه كان شويه اكل لوز. لوز، وجايبه الجزر اهو للبسله. البسله فصصتها وابو حسام واحنا قاعدين اهي. جايبه الجزر للبسله، وجايبه لغايه الزيت، وجايبه لغايه السمنه. جايبه كل حاجه اهو، وجايبه بسبوسه، وجايبه مكرونه، وجايبه اللهم صل على النبي، وجايبه الجيلي، وجايبه ايه تاني، وجايبه الشعريه وايه تاني، والفانيليا والبيكنج باودر. بصة، وجايبة لغاية السكر. والله ما سابت عن جهدها جهد. هي جابت عزومتها كاملة اهي. انا ما عليا دي ايه، وجايبة الفلفل، هنعمل برضو محشي مشكل. كل حاجة هنزلها جنبي على الارض اهو، فرشتي ملايتي. وجايبة الموز والتفاح، الفواكه اللي هتتحط فين، اللي هتتحط في الجيلي اهو. كده تمام، كده تمام. تعالوا مورك الطيور. دي لحمة اهي، مغسولة وزي الفل. ودي فراخ متنضفة ونقعها في محلول الملحي. شوفوا منزلة ايه، سايباها منقوعة بمية وسكر وليمون. ودي فرخ بلد هيطبخ لوحده. يبقى كده شفنا الخضار وشفنا اللحوم. ودي اللحمة المفرومة. هنعمل صينية جلاش باللحمة المفرومة. وهعمل لكم مكرونة بشاميل اهو، جلاش اهو، وهعمل مكرونة بشاميل. كده تمام، كده تمام. يلا نسمي الله ونفرشنا ملايتنا ونقعد على الأرض ونجهز حاجتنا بالسلامة. ادي الشبت بتاعنا، وادي الطماطم اهي اهي. شفتم كده تمام. ودي الصينية اللي انا هحط عليها بقى الخضار بتاعي، الباذنجان والفلفل والكوسة واللي هنحشيه كله اهي. ودي دي بدنجان لقيتها ضربت في وسط البدنجان. ماشي ماشي. والكوسة بتاعتي اهي. كله حلو كله حلو. كل حاجة فضتها مكانها، عشان بقوم على الحاجات دي كلها اخدها اغسلها عشان نقعد بقى ايه. بس انا هدبس مين؟ ده انا هدبس الغالي ابو عيالي. اه والله العظيم. انا بقعد بقى وهو يتسلى في التقوير والحاجات دي. ما شاء الله خد خبرة بقى من خبرته معايا. وايه، وانا بقى بشتغل حواليه. اهو ما اجهز نفسي. اول ما هبدأ طبعا انا هبدأ بالحلويات. هبدأ بالحلويات الأول عشان أخلص منه، عشان دايما أرتاح منها الأول. يعني الجيلي أخلصه عشان أحطه في التلاجة يمسك، والبسبوسة أحطها تبرد. ماشي ماشي. يلا بقى نعمل، نشوف هنعمل ايه في خضارنا دي كله، وفي عزومتنا، وفي حاجتنا. اقوم على الاول ما هبدأ اهو. الفلفل بقوم عليه في ساعتها شايفين، وربنا توماتيكي توماتيكي. يلا نسمي الله ونقوم نشوف هنعمل ايه في الاول. حطيت حلتي على النار وهبدأ أسمي الله وأعاير المية بتاعتي بالكوباية. انتوا عارفين الباكو والجيلي له كوبايتين مية أو تلاتة، النص بحطه سخن والنص بحطه بارد. ومعايا 10 بكاوي جيلي. ماشي، معايا 10 بكاوي جيلي أهو. ببدأ أفضهم كلهم في المية لما تغلي. المية تغلي من هنا، وحطيت كوباية سكر. حطيت كوبايه سكر، يعني في الجيلي كتير ناس ما بتحطش فيه سكر، بس انا بحط فيه كوبايه سكر. يعني ها، تخليه يعني ايه، زي اعطي مزه، لسعة سكر كده حلوه يعني. دي بقى ايه يا قلبي؟ دي جيلاتين.
بحط قيمة 3 معالق جيلاتين بيساعدوا معايا في المسك الجيلي بسرعة، وفي نفس الوقت يبقى رابط وحلو أهو. عايزة تفكيه في شوية مية الأول فك، عايزة تحطيه كده حط براحتك. هو في الأول آخر بيسيح في المية السخنة وبيدوب في الريرة أهو. شوفي أقلب حلو حلو، وأروح نازلة بقى بالمية الساقعة. أيوة بس يا أختي، وأسيبه يبرد بقى يا حلو. خلصنا من الجيلي، نحطه على جنبه يبرد لغاية كنا ناسيين لسه جوز بكاوي ما حطيناهمش، بتلفت لقيتهم لسه. تعالوا بقى نسمي الله بعد ما خلصنا الجيلي بتاعنا يبرد. ومعايا يا ستي اللهم صل على النبي 6 علب جيلي بتاع، يا لبختك يا عسلية زبادي. ركزي، ركزت اهو. اشرب شربة تمام. معايا الزبادي، معاك الزبادي يا عسلية. يلا نسمي الله. نحط الزبادي بتاعنا كلها. هتحط على الزبادي ايه تاني؟ هحط بسمنة بلدي. والله ما اعملها الا بسمنة بلدي صافي يا صافي. هي البسبوسة ما بتاكلش الا كده بصراحة. ماشي ماشي. معايا بقى 3 اكياس بسبوسة. انزل بال3 اكياس بسبوسة كيس يلا الاخر. ايوه قلبي بقى بسبوستك ودلعها كده. ولسه طبعا هنحط لها يعني معلقة بيكنج باودر اهي، معلقة صغننة اوعي تكتري. معايا بقى كوباية مية بحطها لها بالتدريج كده واقلب. ماشي ماشي اهي بس كده. كوباية مية واحدة لل3 اكياس يا والله يعني كويس. ماشي ماشي. صينية بقى مدهونة سمنة بلدي. وانزلي بقى بخليط البسبوسة بتاعك. حتتك بتتك بتتك حتتك. طبعا اكياس البسبوسة بتيجي فيها جوزة الهند، يعني ما بتحتاجيش تحطي بس كده. قلبيها بقى ودب كده على الرخامة، دب الصينية ايه تبقى عسل معاكي. ايوه كده. وسواها بظهر المعلقة بس كده. وكان الله بالسر عليم. يلا حامية فرن بقى على 180 او 190 درجة. واحطها على الرف الوسطاني. واحدة في التعليقات قالت لي البسبوسة على العصير بتاعها الشربات ما بتحطلوش ليمون. لا بتحطله ليمون يا اختي. كل شربات لازم بتحطله ليمون. ما بتحطلوش ليمون ليه؟ مين اللي قالك كده؟ لا انا طول عمري بعملها بالليمون عادي يعني. وتحط لها معلقتين عسل كلوكوز. قعدت مع ابو حسام بقى اهو. قعد بصراحة يبارك له ربنا ويشفيه. قعد يقشر لي الكوسة قور لي البدنجان والبقية الفلفل. انا بقى قعدت اعمل بصلاية جزراية طماطماية عشان اروح اولع على اللحمة. اه ما لازم بقى اولع على اللحم. انا خلصت من الحلويات. ادخل بقى على اللحوم بتاعتي. ما هي لازم اولع عليه قبل ما ابدا اي حاجة. عشان خاطر انني يا حبيبة قلبي اخد شربتها للمحشي اهو. كل واحد مننا بيشوف شغله. هو قاعد قال على الارض وقال لي كان هعمل وانا قاعد، وانا قمت وقفت على البوتاجاز وراح جايه حواليه سمي الله. بولع على اللحمه الاول يلا. بحط طبعا انتوا عارفين البوكيه جرني. إيه بصلايه طماطميه جزريه فلفلايه واللازم منه. شوحتهم كويس يلا انزلي باللحمه. وورق لورا كمان معانا. وانا بحط طبعا الحبهان بودر زي ما انتوا عارفين اهو. حلو كده حلو كده. حلو جاوي جميلة جاوي. يلا ننزل باللحمة بتاعتنا. يلا يا قلبي. ايوه. تتشوح حلو بقى. بنص معلقة بهارات لحمة. معلقة فلفل اسمر. وعندي بهارات حبهان مطحون على ورق لورا. وبحط لها كمان معلقة سكر عشان تخلي الأنسجة بتاعتها كده حلوة وتستوى بسرعة. ماشي اهي معلقة سكر بس كده. وشوحي بقى لحمتك وهدي عليها وخلي النار عليها عالية لغاية ما تتشوح حلو. والاخر نحط لها المية وتغلي. انا اسيبها بقى شوفي تتشوح كده وتشرب المية بتاعتها. يلا انزلي بالمية عسلية. انزلي بورق الحائط. اهي انا هغطي عليها واسيبها تغلي. واروح حطها في جنب على عين هادي. عملنا بقى شوية شاي وحبيتين طعمية وحدة عجوزة كانت عندنا. وكوباية شاي وقلنا نفطر نقود معدتنا عشان نقدر نشتغل. اه ما انا شغالة كده وبادئة في الاوردر بتاعي دي من اذان الفجر، من قبل الفجر حتى من الساعة 4 والله. سميت الله وقمت. قلت ابدأ في اوردري بدري عشان خاطر اخلص بدري. البسبوسه بتاعتي طلعت من الفرن اهي. والشربات بتاعي عملته احنا قلنا كوبايتين سكر وكوبايه ونص ميه. دي شربات البسبوسه اهو. سقيتها وهتشرب وهروح مدخلها فرن البوتاجاز تاني. تعالوا بقى الجيلي بتاعي برد. هقطع الموز بتاعي كله
يعني طرنشات صغيرة كده، كلها طرنشات صغيرة. والتفاح برضه هقطعه وقلبته كله على بعضه، واروح جاية عاملة ايه بقى في الكوبايات كلها، كل واحد معلقة 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 معلقة، كل واحد ايه معلقة 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 اهو. والاخر اعبي الجيلي، بس كده اهو. سمي الله. وانزلي بقى كل واحد فيه كبشتين كده، كل علبة فيها كبشتين. ضروري ولازما تمسكي العلب تمسحها كويس قبل ما تحطي فيها اي حاجة، عشان بتيجي من مكانها بتبقى متطربة. تشطفيها بشوية مية نضاف، تمسحها بمنديل كده حلو اللي يريحك. المهم العلبة تنضف تمام التمام. خلصنا الفواكه اهي، الحلويات، الجيلي والبسبوسة. يلا هنغطي الجيلي وندخله التلاجة، والبسبوسة نحطها في جنب اهو. كله تمام كله تمام. والله ما قصرت يا عسلية. تعالوا بقى نقعد على الأرض، أقشر البصل بتاعي كله. أقشر البصل بتاعي ايه كله كده حلو. كده حلو. تعالوا بقى نروح على الكبه برضه، انا هخرط بقى بالطلب اهو. هخرط اللهم صل على النبي. فلفل وبصل. ليه هتعملوا بهم ايه يا عسلية؟ هقلل المحشي مش هنعمل محشي اهو. فرمت بصل على فلفل، وحطيت الحلة على النار وفيها حتة سمنة بلدي ومع شوية زيت. وانزلي بالبصل يا عسلية على الفلفل، ورشة ملح. كده خلصنا. تعالوا بقى نعصج اللحمة جنبنا. هتعصجي لحمة هتعمليه بها ايه؟ هعمل صينية جلاش وصينية ومكرونة بشاميل يا اخت. اه والله اهو. حاطة شوية زيت ونزلت باللحمة. اما تفرفر مني حلوة كده انزل بالبصل. اه والله. ركزي معاي. معلقة توم، اوعي تنسي معلقة التوم. حطيت معلقة توم هنا ومعلقة توم هنا. كده تمام كده تمام. يلا انزلي بالبصل. يلا انزلي بالبصل. ايوه اللي بالبصل كده، يلا اللي بقى عشان ما يتحرقش منك. يلا ننزل بالبصل اهو بتاعنا. وحط عليه بصل فلفل يا اخوان. فرم عليه بصل اهو فلفل يا اخوان. ركزوا كده بس. يلا بقى بهاري. بهارات لحمه. شويه قرفه. شويه كزبره. شويه سبع بهارات. لو عندك شطه، بس انا ما بعمل لهمش ريحه الشطه في الاكل خالص. بتقول لي الشطه دي بعيده عنها يا ام حسين. قلت له حاضر يا قلبي. اه والله. مع ان هو الاكل يحلى بدل ما يكون فيه حتى نقطه شطه كده. بس كل واحد وراحته. بس دي مش اكلي، لازم اعمله على طلب اللي ياكلوه. طيب انا نزلت بالطماطم على البصله بعد ما اصفرت اهي. وشويه ملح بقى احط ايوه كده بهاريها. كده تمام التمام قوي. شايفين عامله ازاي؟ أنا لسه هاخد نصها احطه للجلاش، والنص التاني احط عليه معلقه صلصه. تعالوا بقى فيه كرومبا لسه ما قلتلكوش. لا ما قلتلناش اهي. فيه كرومبا لسه اهي. هتعملها ايه؟ هعملها محشي. كده حلو كده حلو. ي- يلا بقى نحط المية على النار. قورتها حلو كده. واروح على طول اسلقها. يلا يا شيكاليطة. وابو حسام بعد ما عمل الكوسة من ظهرها، غسلناها ونضفناها وقعد بقى يعمل قلبها. ليه الخطوة دي يا ام حسام؟ عشان ما يبقاش فيها اي رمل، واقدر اخد قلبها افرشه في ارضية الصينية. برضه ما يبقاش فيه رمل. يلا روح بقى اعمل ايه، اقول له جدع شاطر. لازم تشجعيه برضه، امال ايه. اروح اسلقها واجي. تعالوا بقى هتعملي ايه يا عسلية؟ انا هعمل اولع على الفرخ. في فرخ بلدي هولع عليه جنبي مني كده وانا بشتغل. ماشي. ماشي اهو. جه عملت له بصلايه على شويه فلفل اسمر على ايه، شويه ملح، وهحشي قلبه كده. واحط في قلبه الكبده والقنصه. واسمي الله. واعمل على طول يا قلبي اهو. حلو كده حلو كده. واكتفه. بس كده وتبناه كويس. ايوه كده. شوف اهو اشوح. الرجلين، ايوه الرجلين جايه فيه يبقى تروح معاه. ده حاجه وامانه هنتحاسب عليه. ايوه كده. يلا تغطي عليه برضو لغايه ما يتشوح ونشف. وبرضو نبهره. نحط له شويه فلفل اسمر، شويه بهارات فراخ. ونغطي عليه وشويه ملح اهو. يتشوح. يلا ننزل بالميه. ايوه. يغلي برضو ونقليه في جنب على عينه وسيبيه مع نفسه. تعالوا بقى نروح. انا مسكت البطاطس قشرتها اهو. همسك ايه معايا؟ البطاطس اقطعها بقى طرنشات. ما هي تتحط في الصواني اهي. وابو حسام لسه قاعد على الكوسه، لسه معاه تلات اربعة.
ما تتجدعن يا عم وتشد حيلك كده. الله. أنا بتأمر أنا صح؟ أي والله. ده أنا مفترية. يلا كده قطعت البطاطس طرنشات اهي، اقوم بقى اغسلها وانقعها في ميه واجي تاني. السلام عليكم. كده بقى تغلي. ايوه كده نظبط ملحنا بقى للحمه استوت اهي. نظبط ملحها بقى. الفرخه حطيناها في جنب ونسيبها تستوي على مهله. اللحمه بتاعتنا خلاص دخلت على السوى. نظبط الملح بتاعها بقى وننقلها برضو على العينه التانية لغايه ما تكمل. ماشي. كده ظبطنا ملحها. تعالوا بقى نعمل صينيه اللحمه بالبطاطس. طالما حمتنا خلاص. نجيب بقى البطاطس اهي. بعد ما اغسلهم وانقعها في الميه كده وبتشف وترف. نفرد ارضيه الصينيه بطاطس. نسيب الباقي دي هنحطه مع الفراخ. ما احنا معانا فراخ برضه. ماشي يلا نطلع اللحمه كده. ما شاء الله فيها عظمه اهونت، انا بروح شد العظم منها وحاطه اللحمه بس. ايوه كده. كده 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 يا بريلا. اهي ما شاء الله بألف صحة على قلبه. ايوه نشيلي وحطي. اه شوفي. سخنة نار 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 عند النجار. انا بسلت العظم اللي فيها كله. مشكلة الجزار لما بتبعتي حد يقطع لك لحمة بكروتك بيقطع لك بعضمها بحاله بحط لك مش هم. ماشي كده تمام. كده تمام اهي. احط بقى كله. معايا بصلة برضو طرنشات. هحطها على الوش كده. عشان احطها فين. اردردها على وش الصينية اهي. قلبي يا مدام وقطعي يا مدام. ومعايا برضو قرنين فلفل. احطهم برضو طرنشات على وش الصينية. كده تمام كده تمام. اهو. يلا شوية فلفل اسمر. شوية بهارات لحمة. ايوه. حلوة اوي كده دلعيها تدلعك. وشوية ملح. وفروكي بقى. وعلى وش الصينية ورطرطي. ايوه كده. ومعلقة توم برضو حلوة بنت حلال كده. وانزلي بالصلصة بقى. ايوه 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 ايوه. والشوربة بقى يلا ودلعيها دلعيها تدلعك. ايوه كده. انزلي بقى بالشوربة. ايوه كده شربتنا نسقيها لحمتنا والمحشينا واللازم منه. ايوه. كده تمام التمام قوي. تغلى غلوة ويلا على الفرن دخليها فوق الغيرها. تعالوا بقى نسمي الله ونيجي بالفراخ. انا فرمت كمية بصل محترمة. وحطيت عليها معلقة توم. وشوية بهارات فراخ شوية فلفل اسمر شوية كزبرة. شوية ريحة كمون كده. قلبيها بقى ودعكاها حلو. وانزلي عليها بايه يا قلبي وشوية صويا صوص. عشان تدلع العمل كده. يا متدلع يا متدلع. وشوية ملح. ولو حابة تحط ريحة سكر حط براحتك. معلقة صلصة بقى. قلبي. قلبي. ايوه كده. هتعملي فيه دي ايه يا عسلية هتبل بها الفراخ. اه. عندي برضو شوية بطاطس اهمنت. هحطهم تحت الفراخ برضو. ياخدوا الطعم كده ويبقوا جمال. جمال اهو. تبليهم كده بس. هاتي بقى بقية البصل. وتبلي يلا الفراخ ورصي. ايوه كده. شفتوا الفراخ بعد ما شفتوا عامله ازاي يا ولاد. حلاوتك يا حلوه حلاوتك. بغسلها غسيل. وبنقعها في المحلول دي. وبتنزل الميه اللي فيها الدم كله. تلاقيها بتشف وترف كده. وتلاقيها بتبرق. والله تلاقيها بتبرق كده شايفين. ولا نقطه دم ولا زفره ولا اي حاجه. عسل. اهي. شايفين. تبلي تحت الجلد وتبليها كلها ورصي. ايوه. شاطره يا عسليه. تسلم ايدك والله. اهو. كده تمام كده تمام. يلا والرجول الاخرى احطها تشاوي ايوه زقها تحت كده. طالما جايه برجولها تروح برجولها اه. تمام تمام. قرنان فلفل بقى. وردردي على الوش كده. يلا يا شيكاليطه ايوه. حلو قوي كده. اهو. ومعايا معلقتين طماطم صلصه. من اللي انا كنت ضربها للمحشي. هردردها على وشها كده. ايوه كده بس تمام. هاتهم بقى وحطها على النار. عشان نسيبها ايه. ايوه كوبايتين ميه حلوين كده ولاد ناس. بس. هاتي بقى يلا المعلقتين الطماطم ايوه. على وشها بس كده. يديها لون وتحمر وتبقى قلصة اللانش. ده انا كنت سايباهم من الطماطم قبل ما احطها تتسبك. عشان الفراخ مخصوص. بس كده. يلا يا شيكاليتا. غطيتها بقى بالورق السلوفان اهي. وهتغلى غلوه فوق وادخلها الفرن.
يلا بقى نعمل الرز بالمرة نسيبه يتلدن. هاقعد أعمله برضه قبل ما أقعد على المحشي، لإن المحشي كُلّه حاجته جاهزة، يعني هالِف بس على طول أهو. قلّبي بقى كده قلّبي، دايمًا أحط فيه معلقة سمنة بلدي كده، بيبقى لوزي اللوز يا عُمدة، أهو شايفاه؟ يالّا يا قلبي، انزلي بقى عليه، أنا هاحط له شوية شوربة وهاحط له شوية مَيّة، يعني كوكتيل من هذا وذاك، النُص شوربة والنُص مَيّة بيبقى طعمه تحفة. لو عندِك شوربة كتير اسقيه الشوربة عادي، أهو. بس حطيتِ ملحِك، بس كده يا قلبي، بس يا حلوة، يالّا نسيبه بقى يتلدّن. تعالوا بقى نعمل البسلة عشان نسيبها تاخد راحتها برضه. شي معلقتين زيت حلوين كده، واحط البسلة عشان اشوحها فيه، ونجيب الجزر بتاعها، شايفين الجزر تقطيع ابو حسين، ومعلقتين كبشتين بصل حلوين كده عشان تتقلب فيهم. تعالوا بقى نحط شوية فلفل اسمر، شوية كمون، شوية اللهم صل على النبي 7 بهارات. لو عندك شطة حطي، بس هما مش عايزين شطة. حط معلقة توم محترمة، وقلبي كل هذا وذاك في بعضه. ايوه كده، وسيبيها بقى على نار هاديه. شوف البسله، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعلها سنه خضرا عليكم يا رب. ايوه كده، اسيبها بقى على نار هاديه نوره كده، تستوى وتغيبي وتقلبيها. بصي اهي، اغيب واقلبها اغيب واقلبها. وتعالوا بقى نحط لها الصلصه بتاعتها، يلا. وخلاص خلصنا كل الحاجات دي. تعالوا نقعد على الطبلية بتاعتنا بقى، عشان خاطر يا قلب نعمل ايه؟ نحشي المحشي بتاعنا بقى. ماشي كده تمام كده تمام. دي برطمان الفلفل الاسمر، تبلت الكوسة اللي انا هحطها تحت المحشي اهو، تبلتها عشان خاطر ايه؟ تدي المحشي الكوسة طعم كده. تعالى بقى، حطيت بصل وشبت وكزبرة، كله ببعضه وقلبي. وانزل بالرز غسلاه ومنضفاه زي القشطة اهو. قلبي يا اختي قلبي، شوفوا اللون بتاعها عامل ازاي. ابدأ بقى اسمي الله، واقعد احشي بقى. اول ما هبدأ بالكوسة، القرع يعني. والقرع لما استوى قال الخيار يا لوبيا. تعالوا بقى نسمي الله ونقعد، يلا. كده حلو كده حلو قوي. همسك على الكوسة دي كلها حتتك بتتك لغاية ما لفيتها ما شاء الله وتم بحمد الله تعالى. أنا بدأت برضو بالصينية التانية، حطيت نفس الفرشة تحت البدنجان أهو. تعالى بقى نولع عليه، وهحشيها نفس الطريقة. دي برضو هحط لها كام كبشة شوربة كده، وأظبطها تمام التمام، وأخليها زي العسل. وبعد كده يا أم حسام هتعملي إيه؟ أحط عليها رشة ملح، أحط عليها اللهم صلي على النبي، احط عليها رضرض عليها معلقتين سمنه بلدي يهونت. والاخر هغطيها بالسلوفان تغلى على نار شويه، وادخلها في الفرن اهو. كده خلصنا صينيه الكوسه، والله هنخلص فريري. كانت عزومه زي العسل، بألف صحه يا رب. يا اخوانا، انا كم مره قلت انا بعمل عزومات، يعني اللي عايزه تعمل اكل بيت نضيف لعزومه بتيجي وانا اعمل لها. انا مش بقول لكم بعمل لا اكل افرنجي ولا الكلام ده، لا جاتوه ولا مرنجي لاسيه ولا جاتوه لاسيه. انا بعمل اكل بيتي، يعني فراخ محشي لحمه كفته حاجات من دي، جلاش بشاميل. ايوه، عشان يبقى الناس بس عندها فكره. كده تمام التمام. يلا ندخلها رخرة ايه، تغلي لها غلوة وندخلها الفرن. صينية اللحمة طلعت من الفرن اهي، والبسلة بقت لوزي اللوزة اهي، وريحتها حاجة قشطة كده قشطة. كده تمام قوي. تعالوا بقى لفات الكرنب هو كمان. تعالوا احط له معلقتين صلصة على الوش، ومعلقتين سمنة بلدي، وننزل بشوربة اللحمة عليه. ننزل بشوربة ايه اللحمة عليه. كده تمام. دايما خلي الصباع اللي فوق باين، عشان خاطر ما يبقاش معجن. خلصنا المحشي كله وولعنا عليه. تعالوا بقى نعمل الجلاش. ايوه كده. بصي الورق عندك سليم مكسر كله بيمشي معاه الحال، يعني ما فيش حاجه بتقف في ايدينا، معلش. احنا ما فيش حاجه بتقف في ايدينا يا اخواني، اهو كله بتلمي فيه وبتعامل، ما فيش مشكله. اهو، اللي تلاقيها مكسره رص وحط، يرص وحط يرص وحط اهو. والاخر هتشوفها معايا شكلها ايه، لوز اللوز. تعرفين الجلاش في الورق مبقاش محطوط، مش شاف، وبيبقى في قلب التلاجات عندهم بقى في السوبر ماركت ايه، بيجيبوه لنا هراد. بس انا بجمعه ووفقه،
مفيش حاجة بتبوظ مني. اهو شايفين؟ يلا بقى كل الفرشة اللي انا فرشتها دي هنزل بالجلاش باللحمة المفرومة في النص اهو. ايوه. يلا يا اختي، يلا يا شيكاليتا، انزلي بقى باللحمة المفرومة. ايوه كده. انا هحط نصها هنا والنص التاني هعمل بالمكرونة البشاميل. ماشي ماشي. يلا نقفل بقى كل هذا وذاك ونلفه في قلبها عشان خاطر نقفل على اللحمة المفرومة ما تطلعش بره. بس كده. تعالوا بقى نجيب الورق بالسليم معانا اهو، وعلى الوش وحط. وبصي قفلي من تحت بقى كده. قفلي قفلي. لو ان الورق بتاعنا انا مقفلاه ما يطلعش منه حاجة. اهو اقفل التانية خلف خلاف المحامي. عملت واحدة كده وواحدة كده. يلا قطعي بقى يا عسلية. يلا بالسكينة كده يكون بوزها حامي. وسمي الله وانزلي عليه. ايوه كده. شفت برطمان المخلل بتاعي؟ شو والله انا كلت منه بقاله يومين كلت منه. كده قطعتها وعملت بقى عليها الزيت من فوق اهو. تسقيها زيت بعد ما خل. ودي اللبن بقى اللي انا هعمله ايه؟ اللي هعمله مكرونة بشاميل. دي اللبن اللي انا هعمله بشاميل. اه. حلو كده، حلو جاوي. هناخد منه مثلا حوالي كوبايتين. اعملهم اهو عشان احطهم على الجوليش. كده حلو. ريحة فلفل اسمر. واظبط بقى وفقشهم في قلبها. وحطي بس كده تمام. يلا يا قلبي رضرضي بقى على الوش كده اهو. كده تمام على الفرن. يلا دخلي. دخلي. تعالوا بقى نسمي الله وننزل الكيس التالت عشان اولع عليها على جنبي. على بال ما انا اعمل ايه اهو. احط دي بقى بتاع البشاميل اللي احط عليها شويه صلصه. يعني ان أنا التانية بتاع الجلاش ما بتحطش عليها صلصه. دي تعالي بقى نعمل البشاميل. انا حطيت سمنه بلدي وان شاء الله، وحطيت معايا دول حوالي يعني 2 كيلو لبن او دول 3. الكيلو اللبن بتحطي له 3 4 معالق دقيق. الكيلو اللبن بتحط له من 3 ل 4 معالق دقيق، يعني ما مكترش الدقيق عليه عشان ما يبقاش رابط كده. كده تمام. قلبي البشاميل بتاعك لغايه ما يبقى له ريحه كده. لغايه ما تشمي ريحته. الدقيق. ماشي. انا معايا اللبن حطاه اهوت بيغلي. هروح نازله عليه بكل هذا وذاك بقى. واقلبي بمضرب معاكي بقى. قلبي ايه. تعالي بقى كده نسمي الله اهو. اللبن بتاعنا غليان وزي الفل. قلبي بالمضرب على طول عشان ما يكعكلش منك. انزلي بقى وحطيت دي اللي فيه دي. دي جبنه موتزاريلا. وهحط فيها ان شاء الله، هحط فيها برضو جبنه مثلثات اهي. قلبي شاطره. شويه فلفل اسمر. وهحط برضو مكعبين مرق الدجاج برضو. ولو عندك كبابه صدي حط رشه. اهو فين التاني؟ ايوه كده تمام. يلا قلبي. هاتي بقى ايه، شايفه؟ شايفه؟ حلو قوي كده. انا حطيت فيها جبنه مثلثات يجي 5. تعالي بقى معلمكم على طريقه اهي. طالما هتحطها في قوارب زي دي ما ينفعش بقى تحط رقتين، رقه تحت والمكرونه في النص والرقه فوق، لا. انا بروح مقلبه اللحمه في البشاميل بالمعكرونه كله مع بعض اهو. واروح رصه في الاطباق. يعني بمعنى لو انت عامله زي دي لمناسبه عندك او افراح، ما تبقيش تحط بقى في الاطباق دي رقه ورقه، لا. انا بقلبها كلها ببعضها اهو. تيجي تاكلي من الطبق تاكلي بالمعلقه كده يتاكل على طول. اهو شايفين عامله ازاي؟ دي للمناسبات او عزومات او الكلام ده. وهتحط في اطباق زي دي. لو هتحط في اطباق زي دي اعملها بنفس الطريقه. هتحطها في صينيه اعملي رقه فوق ورقه تحت واللحمه في النص عادي. اهو. كده حلو. كده حلو كده اتعملت معايا كده. ادي 5 ايه، 5 5 قوارب. وانزل بقى بالبشاميل على وشهم كله اهو. كده حلو. والمكرونه كنا سلقناها زي الفل. لازم بتسويها حلو. يعني ما تسويهاش نص سوا. تسوي المكرونه حلو. اهو كده ما عادش معانا حاجه بقى. تدخل المكرونه وهنردرد بقى الجبنه الموتزاريلا على الوش اهي. وكده تدخل الفرن. وكده خلصنا الاوردر بتاعنا النهارده بتمام تم بحمد الله تعالى. اخر حاجه معانا المكرونه تدخل الفرن. ردردي جبنه موتزاريلا بقى وشبعها تبقى سايحه ونايحه كده. ياكل حته يدعيلك دعوه من قلبه. يلا يا شيكاليتا. يلا دخلها الفرن عشان نشوف الاوردر بتاعنا عملنا ايه النهارده وخلصنا ايه عشان نشوف. يلا يا شيكاليتا. كده ما عادش معانا غير الفرخ البلدي هنحمره.
وكده تمت بحمد الله تعالى. الكوسة دخلناها احمرت في الفرن، والفلفل والبدنجان وكل، والمكرونة بتاعتنا استوت اهي. بس بقى بنغير اللي ما كده كده، واللي نجيبه كده نجيبه كده. يعني اللي احمرت من هنا ندورها، واللي كده اهي. شايفين؟ اهو. يلا يا شكريت نشوف الاوردر بتاعنا وصلنا لفين. الله 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 الله، خلصت يا عسلية؟ الحمد لله كله تمام. عملت احلى صينية بسبوسة، عملت جيلي بالفواكه، وده الحلو بتاعنا النهاردة. عملت ايه تاني يا عسلية؟ عملت محشي، عملت مراخ مشوية، عملت جلاش باللحمة المفرومة، عملت صينية لحمة، عملت كوسة، عملت بسلة، عملت رز ومحشي ومكرونة بالبشاميل. وده الاوردر بتاعنا النهاردة يا شوكولاتة. حاجة سهلة جدا وبسيطة. ما تنسوناش بقى بدعوة حلوة من قلبكم، لعل الله يستجيب لكم. لايك وشير يوصل لكم كل ما هو جديد. وما تنسوش تدعوا لكل مريض ربنا يشفيه، وكل متوفى ربنا يرحمه، وكل مشتاق الذرية الصالحة إن ربنا يكرمه ويرضيه. وما تنسوناش معاكم في الدعاء. وإلى اللقاء في فيديو جديد، في أوردر جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.